فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر ليست مجرد أرض نعيش فيها، وإنما هي حالة من العشق من الصعب أن توصف. أول من كتب الأحرف بيده وأول من فصل الملابس ليرتديها البشر نعم هو سيدنا إدريس، وقد ولد وعاش في مصر. مصر الأرض التي خصها الله بالأمن والأمان، المكان الوحيد الذي تجلى عليه الله بروحه في سيناء. نعم هي مصر. أول امرأة يبني لها الله قصرا في الجنة هي آسيا زوجة فرعون. نعم إنها مصرية. هاجر زوجة سيدنا إبراهيم وأم سيدنا إسماعيل، والتي يسير كل المسلمين على شعائرها، هي وابنها في الحج. نعم هي مصرية. على أرضها كلم الله موسى، وعلى أرضها نزلت التوراة، وعلى أرضها لجأت العائلة المقدسة هربا من هيرودس وبطشه لهم. أرض مصر احتضنت نبي الله يوسف. مصر أرض السلام ومهد الرسالات السماوية. وعلى أرض مصر الطاهرة نزل أول طعام من السماء، وهو طعام المن وطعام السلوى. وعلى أرض مصر الجبل المقدس في سيناء الذي أقسم الله به مرتين في القرآن الكريم. فقيل عنه وطور سيناء، كما قال تعالى وطور سينين. كما على أرض مصر الوادي المقدس طوى، وفيه قال تعالى لنبيه موسى فاخلع عليك فإنك بالوادي المقدس طوى. لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأيضا تحتضن أرض مصر المباركة الآمنة بإذن الله تعالى دير سانت كاترين بالقرب من جبل موسى، ونجد بجانبه مسجدا للمسلمين للحاكم بأمر الله، وهو أحد حكام مصر في العصر الفاطمي. إنها مصر أرض التسامح والمحبة. مصر في قلب وذاكرة الأديان السماوية. في الكتاب المقدس ذكرت مصر عشرات المرات، بداية من هجرة إبراهيم عليه السلام إلى أراضيها الطاهرة، مرورا بقصة سيدنا يوسف وإخوته، وصولا إلى رحلة الأسرة المقدسة والتي لجأت إلى مصر من بطش هيرودس، لتصبح مصر ملاذا آمنا احتضن السيد المسيح والعذراء مريم. مصر في القرآن الكريم. ذكرت مصر في القرآن الكريم، وهي البلد الوحيد الذي ذكر 5 مرات صراحة في سياقات مختلفة تتعلق بقصة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة سيدنا موسى عليه السلام، بالإضافة إلى مرات ومرات ذكرت فيها مصر بالإشارة والتلميح، وهو أمر لم يكن لأي دولة في القرآن الكريم، لعل كل هذه المواضع هو من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى بمصر وأرض مصر. نعم الله على مصر وشرفها عز وجل وكرمها ووهبها مكانة صامقة إلى يوم الدين، فهي أم البلاد وغوث العباد. مصر لم تكن صدفة. مصر كان بها من الأنبياء عليهم السلام إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعقوب ويوسف و12 نبيا من ولد يعقوب، وهم الأسباط وهارون ويشع بن نون وعيسى بن مريم ودانيال عليهم الصلاة والسلام.
أما من كان بها من الصحابة من كان في مصر، فقد ذكر أهل العلم والرواية إنه دخل مصر الزبير ابن العوام والمقداد ابن الأسود وعبادة ابن الصامت وأبو الدرداء وفضالة ابن عبيد وعقبة بن نافع وأبو ذر وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله ابن عمرو ابن العاص وعمار ابن ياسر وعمرو ابن العاص وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. بحبك يا مصر. مصر وآل بيت النبي. لمصر علاقة خاصة بأهل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فقد استقبلت أرض الكنانة العديد والعديد من آل بيت المصطفى، وأبرز آل بيت النبي ممن حضروا إليها إلى مصر السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب، وبنى لها المصريين مسجد ومقام، والسيدة نفيسة بنت الحسن حفيدة الإمام الحسن، وبنى لها المصريين أيضا مسجد ومقام. الإمام علي زين العابدين بن الحسين، وبنى له المصريين مسجد ومقام. إبراهيم الجواد ابن عبد الله المحض، وله مسجد في منطقة المطرية بالقاهرة. كوكبة من آل بيت المصطفى شرفوا مصر بحضورهم إليها. علاقة المصريين بآل بيت المصطفى علاقة خاصة سرها الحب والبركة، وشارع الأشراف بالقاهرة خير شاهد على حب آل بيت النبي لمصر وحب المصريين لآل بيت النبي. نعم، شارع الأشراف بالقاهرة بقيع آخر، ففيه يرقد الكثير من آل بيت الحبيب المصطفى. وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الذكر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلا في مفرق الشرق، مصر تتحدث عن نفسها. إبداع الشاعر حافظ إبراهيم، وتغريد سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وليكن الختام أحلى الكلام. بحبك يا مصر. أعزائي متابعي قناة بيت المسلم، شكرا لكم حسن المتابعة. في أمان الله. قناة بيت المسلم، بيت كل مسلم.